لو نفسك تطور من نفسك وتاخد كورسات اونلاين بس اللغة بتقف عائق معاك، ما تشيلش هم خالص، عشان في الفيديو ده جايب لك اقوى المواقع اللي بتقدم كورسات اونلاين بالعربي موجودة حاليا على الساحة. فتابع الفيديو ده للنهاية وبإذن الله هتلاقي كورسات في كل المجالات اللي نفسك فيها. اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة نادي القراءة العملية اللي من خلالها بتعرف ازاي تتعلم وتشتغل اونلاين في اي مجال نفسك فيه. فيديو النهارده مهم جدا لكل الناس اللي نفسها تاخد كورسات اونلاين بس اللغة بتبقى واقفة عائق معاها، وزي ما متعودين دايما ومتفقين مع بعض ان عندنا مبدأ كده بيقول اتعلم اكتر تكسب اكتر. المبدأ ده انا مؤمن بيه جدا وعايش بيه في حياتي. كل ما بتعلم اكتر كل ما دخلي يزيد اكتر، كل ما قيمتي تتقل اكتر. وفي الوقت اللي احنا عايشين فيه ده حرفيا لو انت اتعلمت اكتر وطورت من نفسك واكتسبت مهارات كتيرة هتقدر تكسب اكتر ودخلك يزيد جدا باذن الله. بس للاسف لما بتحاول تطور من نفسك اونلاين عن طريق الكورسات بتلاقي ان اغلبها بالانجليزي فبتكون عائق قدامك. ولكن ان شاء الله في فيديو النهارده جايب لك اقوى المواقع الموجودة حاليا على الساحة. الكورسات كلها هتكون بالعربي، فمالكش اي حجة خالص غير ان انت تبدأ وتتعلم وتسمي الله وتطور من نفسك في المجال اللي انت بتحبه. بس قبل ما نبدأ كالعادة انا مستني دعمك الجميل، انك تعمل لايك للفيديو ده وتشترك في القناة وتفعل الجرس وتنزل تحت في الكومنتات تكتب كلمة كورسات اونلاين. ده هيساعد ان الفيديو ينتشر اكتر، ولو عجبك الفيديو تعمل له شير عشان يوصل لغيرك. وزي ما اتفقنا ان المواقع اللي انا هقدمها لك النهاردة قوية جدا جدا وفيها كورسات في جميع المجالات تقريبا. يلا بينا وليتس جو نشوف المواقع مع بعض وازاي نستفيد منها. اول موقع معانا النهارده هو موقع ينفع. الموقع ده لسه بادئ جديد زي ما انت شايف كده انها نسخة تجريبية، ولكن بصراحة عامل ثورة في مجال الكورسات الاونلاين اللي موجودة بالعربي. والحقيقة الموقع ده جميل جدا وعليه كورسات تقريبا في كل المجالات، واللي بيقدم الكورسات دي خبراء في المجالات او ناس اشتغلت وعندها خبرة كبيرة جدا، فبتقدم لك خلاصة خبرتها كلها في كورس واحد على المنصة. زي ما انت شايف كده الجميل في المنصة ان الكورسات فيها بتبدأ من 10 جنيه في الشهر، ولو انت حابب تاخد كل الكورسات اللي على القناة بتبقى ب100 جنيه فقط. وحاليا عاملين خصم 75%، يعني هيبقى سعر بسيط جدا بتشترك بيه وبيتفتح لك كل الكورسات اللي موجودة على الموقع. طبعا الاشتراك بيتجدد بشكل شهري، فانت تقدر لو عجبك الموقع تقدر تجدد اشتراكك، او لو ما عجبكش الموقع خلاص انت ما خسرتش حاجة، بيبقى مبلغ بسيط جدا جدا زي ما انت شايف. عشان كده انا برشح لك الموقع ده. تعالوا ننزل تحت شوية نشوف كده الكورسات الموجودة هنا في الأقسام بتاعة الموقع. لو أنت حابب قسم معين تتعلمه بتدوس على القسم بيظهر لك فيه كل الكورسات الموجودة في البرمجة، في البيزنس، في المحتوى، في التصميم، ولسه كمان هيضيفوا أقسام تانية في المستقبل القريب. تعالوا كده سريعا نبص بس على الكورسات والمدربين. زي ما أنت شايف كده كورسات في حاجات حلوة جدا جدا، وأغلب الكورسات اللي موجودة على الموقع ده لمهارات مطلوبة في سوق العمل أو في العمل الحر، فبالتالي أنت تقدر تتعلم من هنا وتبدأ تشتغل على طول أول ما تتقن المجال بتاعك، أو على الأقل بيديك نظرة عامة عن المجال عشان أنت تقدر تكمل بعد كده. وهنتكلم في النقطة دي في آخر الفيديو إن شاء الله. فزي ما أنت شايف كده الكورسات بصراحة جودتها كويسة. بيبقى هنا اسم الكورس والمدرب ومدة الكورس، هنا مثلا ساعتين هنا ساعة حسب الكورس والمدة اللي بيتقدم فيها الكورس. فالحقيقة أنا أنصحك جدا إنك تخش على الموقع ده وتبص بس عليه. كمان المدربين الموجودين على الموقع في منهم أنا أعرفه بشكل شخصي، ناس تقيلة جدا جدا في المجالات بتاعتها، ولو هتاخد معاهم أي كورس أوفلاين بره هيبقى سعره غالي جدا، ولكن على الموقع هنا زي ما قلت لك ب100 جنيه أو ب10 جنيه تقدر تستفيد من كل الكورسات اللي على الموقع ده. فبصراحة أنا أرشح لك الموقع ده جدا جدا. خش اشترك وجرب. 10 جنيه مش مبلغ، ولا حتى 100 جنيه لو انت حابب تاخد الاشتراك الشهري وتشوف كل الكورسات. مبلغ بسيط جدا جدا، واعتقد كلنا او اغلبنا يقدر يتحمل المبلغ ده، وده استثمار انت بتستثمره في نفسك. الموقع الثاني معانا النهارده هو موقع مهارة تك. دي منصة تعليمية مقدمة من معهد تكنولوجيا المعلومات، اتكلمت عنها في فيديو قبل كده. ولكن الجميل في المنصة دي ان كل الكورسات عليها حاليا مجانية تماما، والكورسات الموجودة كمان تقيلة جدا وفي مجالات مطلوبة برضو في سوق العمل. وكمان عليها كورسات في مجالات مش موجودة كتير في المحتوى العربي، زي مثلا الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق، زي انترنت الاشياء. كل الحاجات دي صعب تلاقيها
في المحتوى العربي بشكل منظم زي اللي موجود على الموقع ده، وكمان موجودة مجانا زي ما هم كاتبين كده. يعني مثلا سعر الكورس 1000 جنيه بس هو موجود مجانا. وكمان الجديد في الموقع ان هم عاملين تعاون مع منصات عالمية زي منصة كورسيرا العظيمة طبعا اللي احنا اتكلمنا عنها كتير قبل كده. وكمان بيبقى فيه فرص للعمل بعد ما بتخلص الكورسات بتاعتك في شركات كبيرة زي فودافون وغيرها. انا مش هشرح لك كل تفاصيل الموقع ده في الفيديو ده عشان وقت الفيديو. هيظهر لك دلوقتي الفيديو الخاص بالموقع ده، شرحته بالتفصيل من اول ازاي تعمل حساب على الموقع لحد ازاي تستلم الشهادة من الموقع ده. يظهر لك دلوقتي على الشاشة، وبعد ما تشوف الفيديو الخاص بالموقع ده هتقدر تتعلم على الموقع بكل سهولة وبشكل مجاني تماما بإذن الله. الموقع الثالث معانا وده موقع غني عن التعريف طبعا هو موقع إدراك. وموقع إدراك كل الكورسات عليها مجانية تماما بشهادات كمان من مؤسسات كبيرة أو من الموقع نفسه، وعليه كورسات كتيرة جدا ومتنوعة. وموقع إدراك موجود من زمان جدا ويعتبر من الرواد الموجودين في عالم الكورسات الأونلاين في العالم العربي عندنا. زي ما انت شايف عليه كورسات كتيرة جدا ومتنوعة جدا. وموقع إدراك عنده قسمين أساسيين على الموقع: قسم التعلم المستمر وده فيه كل الكورسات الأونلاين المتاحة لكل الناس، وفي التعلم المدرسي وده بيكون مخصص أكتر للطلبة اللي موجودين في المدارس تقريبا لحد منهج الإعدادي أو الثانوي مش فاكر. ولكن احنا اللي يهمنا على موقع إدراك هو الجزء الخاص بالتعلم المستمر. تقدر من هنا تشوف كل المواضيع الموجودة، ومن هنا تقدر تخش على كل الكورسات المتاحة. موقع إدراك عنده نوعين من الكورسات: في نوع اللي هو الكورسات المنفردة، وفي نوع التاني اللي هو التخصص. والتخصص ده بيكون مجموعة من الكورسات في موضوع معين، فبتكون منظمة جدا، تقدر تاخد ده وتقدر تاخد ده. ده مثلا تخصص في مهارات النجاح وتطوير الذات. لو فتحناه مع بعض هنلاقيه ان هو مكون من اكتر من مساق او كورسات. فهنا هو تقريبا 4 مساقات موجودين في التخصص ده، وهنا كل الحاجات اللي تتعلمها، وكمان المدربين الموجودين اللي هيدرسوا لك المحتوى ده. وتقدر تسجل في التخصص ده او اي كورس على إدراك تقريبا بشكل مجاني تماما، وبتحصل على شهادة في اخر الكورس او اول ما بتخلص التخصص بتاعك. ولو انت حابب تسجل في موقع إدراك ومش عارف الخطوات ما تشيلش هم خالص، شرحت قبل كده الموقع ده بالتفصيل. هيظهر لك الفيديو الخاص بيه دلوقتي على الشاشة، وهتلاقي رابط الفيديو برضو في وصف الفيديو ده بإذن الله. وكمان في وصف الفيديو هتلاقيني سايب لك لينك برشح لك فيه أهم الكورسات الأساسية لأي حد أيا كان تخصصك الموجودة على موقع إدراك، تقدر تبدأ بيها وتطور من نفسك، هتفيدك جدا أيا كان مجالك. الموقع الأخير معانا وحبيت أختم بيه عشان يكون مسك الختام، وده طبعا لقوته الفظيعة جدا، هو موقع المنتور. ده منصة العرب للتعلم الذاتي زي ما هم كاتبين على الموقع كده. بيكون عليه كورسات مجانية وكورسات مدفوعة. الجميل في الموقع ده ان مجرد ما بتشتري الكورس او بتحجز في اي كورس بيفضل في حسابك مدى الحياة، تقدر ترجع له في اي وقت. هتلاقي عليه دورات تدريبية، هتلاقي عليه كتب، وكمان كل فترة بيعملوا خصومات كبيرة جدا او بينزلوا عروض مجانية على الكورسات المدفوعة. فمهم دايما تتابع صفحتنا على الفيسبوك باسم نادي القراءة، بننزل دايما العروض دي اول ما بنلاقيها، او الجروب الخاص بينا على الفيسبوك. كل ده هتلاقيه في وصف الفيديو ان شاء الله. تعالوا بقى نشوف مع بعض قوة موقع المنتور.com اللي يعتبر شبيه شوية بموقع ليندا او لينكد ان التعليمي. ليه؟ لان الكورسات اللي عليه بيقدمها ناس تقيلة جدا وخبيرة جدا في مجالاتها. يمكن اشهر الناس في الوطن العربي هتلاقيهم بيقدموا لك كورس هنا على موقع المنتور.com وبسعر بسيط جدا مقارنة طبعا بالمحتوى اللي هم بيقدموه. يعني مثلا هتلاقي كورسات ب 300 جنيه، هتلاقي كورسات ب 900 جنيه، هتلاقي كورسات ب 1000 جنيه حسب الكورس نفسه وقوة المدرب. يعني مثلا هنا دكتور احمد الاعور، ده طبعا غني عن التعريف مش محتاجين نتكلم عنه. هتلاقيه عامل كورس على موقع المنتور عن اللايف كوتشنج ب 655 جنيه. ده طبعا عرض قوي جدا، لانك لو عايز تاخد معاه كورسات اوفلاين هتلاقيها غالية جدا جدا. فبالتالي هو عامل لك كورس اونلاين عن اللايف كوتشنج بسعر كويس بالنسبة لسعره الاوفلاين. وفي نفس الوقت الجميل في الكورسات الاونلاين هنا على موقع المنتور تقدر تدخل على الكورس ده في اي وقت، زي ما قلت لك بيبقى معاك مدى الحياة، وفي شهادة اتمام اهو معتمدة من الموقع، وهنا زي ما قلت لك مدى الحياة.
وتقدر تشوف كل التفاصيل الخاصة بالموقع. وهنا كمان المحاضرات الموجودة اللي جوه الكورس نفسه، تقدر تبص على العناوين بتاعتها قبل ما تبدأ. لو عجبك الكورس بتشتريه، لو ما عجبكش تقدر تشوف كورسات تانية. فالحقيقة زي ما قلت لك هتلاقي ناس كتيرة جدا تقدر طبعا تتصفح الموقع ده براحتك مرة واثنين وثلاثة، وتحدد وتبص على المحتوى قبل ما تشتري الكورس اللي انت حابب تحجز فيه. دلوقتي وصلنا لحاجة مهمة جدا وحابب اختم بيها الفيديو، وهي نصيحة او معلومة حابب اقولها لك عشان تبقى الصورة واضحة خالص بالنسبة لك. كل المواقع اللي انا ذكرتها دي او حتى اللي موجودة حاليا في المحتوى العربي مواقع محترمة جدا ومحاولة حلوة جدا جدا ان احنا نواكب العصر. كل الكورسات اللي موجودة على المواقع دي حلوة جدا ليك كبداية، او لو انت حابب تتعلم الاساسيات في المجالات دي. ولكن لو انت حابب توصل لمرحلة الاحتراف في المجالات دي كلها ودايما تبقى ابديتد وتجيب كل جديد في المجالات دي، يبقى انت لازم تعتمد على مواقع الكورسات الاونلاين الموجودة بالانجليزي، زي موقع كورسيرا، زي موقع لينكد ان ليرنينج، زي موقع يوديمي، زي موقع فيوتشر ليرن، وغيرهم من المواقع اللي احنا شرحناها كلها بالتفصيل في سلسلة الفيديوهات الخاصة بمواقع الكورسات الاونلاين، هتظهر لك دلوقتي برضو على الشاشة. فنصيحتي ليك لو انت لسه بتبدأ رحلتك في الكورسات الاونلاين، ابدأ بالمواقع اللي موجودة بالعربي دي عادي، خد نظرة عامة عن المجالات اللي انت حابب تتعلمها، خد الاساسيات من هنا، وكمان اوصل للمستوى المتوسط من هنا. ولكن لو انت حابب تحترف وتوصل لأعلى مستوى ممكن في مجالك، يبقى انت لازم وضروري وحتما ولابد تتعلم من الكورسات اللي موجودة على المواقع اللي ذكرتها لك من شوية، وتتعلم بالانجليزي عشان اغلب المجالات اللي موجودة دلوقتي اغلبها بالانجليزي والمصطلحات فيها بالانجليزي. فبالتالي هتفيدك جدا جدا لو اتعلمت من مؤسسين المجالات واصحاب العلم في المجالات دي. فده كده كان فيديو النهاردة، اتمنى يكون عجبكم، واتمنى كلكم تبدأوا رحلتكم في التعلم الذاتي والكورسات الاونلاين، لان دي رسالتنا. وزي ما قلت لك كل ما هتتعلم اكتر كل ما هتكسب اكتر وقيمتك هتزيد اكتر واكتر. لو عندك اي سؤال حابب تسأله عن مواقع الكورسات الاونلاين او التعلم الذاتي سيبه في الكومنتات. ولو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل له شير ولايك، وتشوف فيديوهات تانية من اللي هتظهر لك دلوقتي على الشاشة. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.